بص بقى وعلى الرايق كده تعالى اقول لكم على شويه معلومات لازم تاخدوا بالكم منها. اول حاجه، لو انتوا مثلا شله صحاب ماشيين مع بعض وواحد منكم واقف يربط الكوتشي، من الواجب عليك ان انت تقف تستناه حتى لو كلهم مشوا وسابوكوا. كمان لو انتوا شله صحاب واقفين في دايره مع بعض بتتكلموا وبتضحكوا وكده وجا واحد فجاه وقف معاكوا، في الحاله دي حاولوا توسعوا له الدايره ويقف معاكوا عشان ما يحسش باي نوع من انواع الاحراج او الزعل. كمان لو انتوا قاعدين مثلا مع بعض وحد بيتكلم او بيقول حاجه وحد قطعه او حاسس ان هو مثلا كلامه مش مهتمين انتوا بيه، حاول ان انت ترجعه او تقول له هو انت كنت بتقول ايه. حاول ان انت يعني تحسسه ان هو لا، انت كلامك كمان مهم. كمان اضحك على النكت البايخه. يعني ممكن حد يجي الصبح يقول لك انا النهارده سمعت نكته انما موتتني من الضحك، وهو قال لك النكته، فانت بالنسبه لك انت يعني النكته ما بتضحكش، فانت من الاصول والواجب عليك ان انت تضحك عشان برضو ما تسببلهوش اي نوع من انواع الاحراج او الزعل. كمان لو انتوا مثلا قاعدين مع بعض شله صحاب وكده ومثلا حسيتوا ان في حد اخد جنب او ان هو محروج يندمج معاكوا او الحاجات ديت، حاول توجه له كلام ليه بحيث ان هو يندمج معاكوا في الحوار وما يحسش ان هو قعدته ملهاش لازمه. شويه الحاجات اللي انا لسه قايلها لكم دي يمكن تكون بالنسبه لكم مش حاجه كبيره جدا، بس حقيقي بتفرق قوي مع الشخص اللي قدامك، بيفتكرك دايما بيها. لازم دايما تسيب اثر، لازم دايما لما حد يفتكرك بالخير، يقول فلان ده كتر خيره الله يمسيه بالخير. لازم تسيب اثر ايجابي. بس كده، وده الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.